يو جايز، اليوم باش نحلوا ونفصلوا ليش عائلة أنا صالة فاميلي تركت اليوتيوب العربي توجهت لليوتيوب الأجنبي، والقرار هذا كان على الأغلب من أنس مروة خاطر هو المتحكم في القناة العربية والأجنبية. سؤال هل ابتعدتم عن القناة العربية لأسباب مالية؟ السؤال هذا برسمي مهم على الاخر اللي سالوا اسامه مروه، نشوفوا شنو قالوا انس واصاله خاطر هني رده الفعل نتاعهم كانت يضحكوا. اما شنو الاسباب يا انس؟ هنشوف شنو قال بالضبط. القناة الأجنبية بتعمل أكثر فلوس من القناة العربية، هذا الكلام صحيح. اوكي، هذه اول حاجه خذينا اجابه مبدئيه انه القناه الاجنبيه تعمل فلوس اكثر من القناه العربيه. باهي، وبعد تالي القناة الأجنبية عندها ضغط مادي، يعني لازم يكون في كتير شغلات تنصرف على القناة حتى تقدر انك انت تدفع. وفي نفس الوقت بحكم انه القناه الاجنبيه تدخل برشا انجامز، تدخل برشا فلوس، في نفس اللحظه فما برشا مصاريف. معناتها مثلا هذه اهم الحاجات اللي يعملها انس مروه باش يحضر فيديو للقناه الاجنبيه. عندنا اول حاجه الفكره، بعد تالي الثامبنيل، بعد تالي العنوان، السيناريو، البرودكشن، تحضير لوازم الفيديو، تصوير ومونتاج. اظن كل يتكلفوا برشا فلوس. انس مروه عنده فريق كامل قاعد يخدم معاه معناتها في القناه الاجنبيه، عكس القناه العربيه اللي محتواها سهل. معناتها بدل الكاميرا اهلا هيت انا صالة فاميلي اليوم باش نعملوا كذا كذا، بسيط، فلوج بسيط ما تكلفش برشا فلوس، عكس القناه الاجنبيه اللي تتكلف برشا مصروف. فما مصورين، فما ايديتورز، شكون يحضر معاه الفكره، معناتها فما برشا تعب وبرشا مصاريف رغم انه تدخل برشا فلوس. الانسان لما يكبر سنه بعد سنه اهدافه بتكبر، صح؟ اهداف جولز. فهو الموضوع خرج عن قصه المال وصار موضوع جولز وامبيشن. فيسيدك اللقطه هذه نتاع اصاله شنو قالت؟ انه الاهداف تكبر مع العبد كل ما يكبر. كيفاش؟ انه اصاله وانس كبروا في اليوتيوب العربي ولا من اقوى ولد اقوى عيله في اليوتيوب العربي تقريبا، معناتها هذا مؤكد. لكن انس معناتها خمم قال لك اني كيفاش نوصل لاهداف ما اكبر من هيك. سي بون، اليوتيوب العربي سيطر عليه ولا اقوى عيله. اشهر ام في اليوتيوب العربي هي اصاله، اشهر اب في اليوتيوب العربي هو انس. لكن كيفاش انس باش يحقق هدف ما اكبر من هيك؟ بالضبط عن طريق اليوتيوب الاجنبي. كيفاش؟ انه يقدم محتوى بالانجليزي. المحتوى العربي محدود جدا معناتها جغرافيا، لكن اليوتيوب الاجنبي دول المنطقه العربيه. معناتها فما ناس من العرب يتفرجوا في اليوتيوب الاجنبي، هذا مؤكد. فما ناس من الهند، بريطانيا، استراليا، امريكا، كندا، فما معناتها اهداف باش تولي تكبر اكثر. معناتها فما ناس باش يتعرفوا انه فما عائله عربيه قاعده تعمل في اليوتيوب. معناتها هذه حاجه خلينا نفسر لكم يا سيدي، لازم نستعملوا الحكايه دي باش تفهموا اكثر معايا. لحظه ولا بد، لازم شوفوا يا سيدي. نقولوا هذا يا سيدي فيديو يوتيوب على القناه العربيه، نقولوا اللي هو فلوج بسيط على الاخر. معناتها اذا كان نجيو نحسبوا الحكايه ماليا، معناتها انهم يدخلوا مثلا على كل مليون مشاهده نقولوا مثلا $2000، هذا معناتها المينيموم، انهم على كل مليون مشاهده يدخلوا $2000. المصاريف تاع القناه العربيه اقل برشا، معناتها يمكن نصرفوا عليه مثلا $200 $300 كان طارت. معناتها فهني ماليا القناه العربيه معناتها مربحه. لكن نمشيو للقناه الاجنبيه، شو يعني نقولوا فيديو اجنبي انجلش. المداخيل في القناه الاجنبيه تقريبا في 5. نقولوا انه مثلا على كل فيديو اجنبي دخلوا في $10,000، لكن المصاريف باش تكون الضعف. كيفاش؟ انه مثلا عندهم الايديتورز نتاعهم، عندهم الناس اللي تخدم معاهم، عندهم الناس اللي تصور معاهم. باش نلقاو هني زوج انواع من المصاريف في القناه الاجنبيه. الحاجه الاولى واللي هي اهم حاجه انه معناتها الجروب نتاعهم، معناتها ليكيب نتاعهم اللي يخدموا معاها في البرودكشن، نقولوا مثلا كلفهم $2000. هذا معناتها اكيد اكثر 100% شكون اكثر معناتها فلوس. وما احنا حسبنا على كل مليون مشاهده، معناتها نقولوا مثلا $2000 مصاريف لليكيب نتاعهم. وحاجه اخرى برشا ناس معناتها مش فاهمينها اللي هي تاكسز، الضرائب اللي يدفعها معناتها الناس اللي عايشين سواء كان يوتيوبرز ولا غير يوتيوبرز اللي يعيشوا معناتها في كاليفورنيا، يوصل حتى 50%. معناتها عادي تدخل انت $1,000,000 في الشهر، نصهم يمشي للضرائب، معناتها $500,000 تمشي للضرائب. حاجه كريزي مجنون على الاخر. معناتها نقولوا مثلا على كل $10,000 فما $5,000 تمشي للضرائب. شكون معناتها اللي دخل اكثر فلوس؟ صحيح القناه الاجنبيه دخل اكثر فلوس، لكن مصاريفها اكثر برشا. احساسي احس ان احمد نشيط، شكون قال لك احساسك؟ يقول لك ايش دخلك احمد نشيط في كل لحظه، شفت في كل فيديو في كل بقعه تلقى احمد نشيط، تغزر تيري احمد نشيط مع الاهرامات، احمد نشيط في كل بلاصه في الفضاء، احمد نشيط. فتلك احمد نشيط عاد باش تغش ولا حاجه. عنا فكره من احنا وصغار انه ما فينا. ليش؟ لانه مثلا انا واحد، مثلا انا عن نفسي ولدان بسوريا، في فكره موجوده ان كان هون او بالغرب او باي مكان انه ما حنقدر، دائما حنكون رقم 2 رقم 3 رقم 4. المهم يا سيدي انس مروه هني قالت بحكم اللي هو معناتها انسان في الاخر هو عربي اصله من سوريا، كيف ادم اصله من تونس. صعيب مثلا باش انك تطمح وتقول تولي اقوى قناه في العالم في مستر بيست مثلا، ما تنجمش. صعيب معناتها خاطر هما عندهم امكانيات، هما قادرين على الشيء هذاك لغتهم توصل للعالم الكل. عكسنا احنا مثلا تو كيف انس واصاله وصلوا رقم 1 في العالم العربي، الشيء هذا قلت نعاود نقوله، لكنه يحبوا يوصلوا رقم 1 في العالم.
العالم. علاش لا معناتها ما ينجموش؟ بالعكس ينجموا وقادرين باش انهم يوليوا اقوى عيله في اليوتيوب في العالم الكل. هذا الشيء اللي قاعد يخدم عليه انس مروه، شيء كبير. وحاجه اخرى انه النقله هذه معناتها نتاع عائله انا صاله فاميلي من اليوتيوب العربي لليوتيوب الاجنبي نجم تربطها بالنقله من كندا لوس انجلوس، معناتها خاطر هما يتنقلوا من كندا لوس انجلوس بداوا معناتها يسمعوا في المحتوى العربي من الاولى شوي شوي، لكن فجاه صارت قلب انه ما عادش يهبطوا جمله على القناه العربيه، تركيز تام على قناه دي انا زالا فاميلي وقناه دي انا زالا فلوجز ولا حاجه كما هيك. معناتها عندنا زوج قنوات رئيسيه في المحتوى الاجنبي، والشيء هذا يمكن نفسره لزوج اسباب. السبب الاول انه كندا بارده برشا واصاله ما تطيقش البرد فنقلوا لوس انجلوس اللي هي طقسها معتدله على طول العام. الحاجه الثانيه والاهم انه كيف نقولوا مثلا دبي هي المركز نتاع صناع المحتوى في العالم العربي، وهذه حاجه عاديه خاطر المناخ متوفر غادي. جميع اسباب النجاح في المحتوى موجوده في دبي. معناتها اكبر اليوتيوبرز موجودين يعيشوا في دبي خاطرها رسم معناتها ارض خصبه للنجاح. كان جاتني فرصه باش نقل دبي ديريكت نقل معها. من الجهه الاخرى مبدئيا نجم نقولوا انه في امريكا في كاليفورنيا بالضبط في لوس انجلوس نجم نقولوا اللي هي معناتها المركز نتاع صناع المحتوى الاجانب، خاطر اكبر صناع المحتوى تلقاهم موجودين يعيشوا في كاليفورنيا. فدبي كاليفورنيا، دبي للعرب الكل، كاليفورنيا للعالم الكل. محتواك معناتها اذا بوز للعالم الكل. حسيت انه شويه ابتعدتوا عن العالم العربي، هل تحسون بهاي الشيء؟ هل تحسون انه صار ان التركيز صار على القناه الاجنبيه؟ اوكي شكرا احمد نصيج. معناتها اسف من بكره وقلت لك انت علاش دخلت، لكن شكرا على التدخل هذا. كيف مثلا الواحد يجيب بيبي، اوكي البيبي الثاني لما يجي انت ما بتكون عم تحس انه انت البيبي الاول ما بدك اياه، بالعكس انت بتحبه وبتعشقه وبدك كل شيء تعطيه، ولكن البيبي الجديد اول ما بلشت بدها شويه شغل. اوكي التفسير هذا اللي قالوا انس ماهوش معناتها مبرر برشا، معناتها ماهوش مقنع برشا للجمهور. قال لك مثلا انه البيبي القديم يحكي على القناه العربيه القديمه تلهاو بها ووصلت نوعا ما قويه، ولا فالقناه الاجنبيه توا اللي هي انا زالا فاميلي هي عباره بيبي جديد، فلازم يتلهوا به اكثر، يعطيه اكثر حنان وحنيه وكذا وكل شيء. لكن فما زوج بيبيات، بيبي الاول قناه دي انا زالا فاميلي، بيبي الثاني دي انا زالا فلوجز. ان شاء الله في الاخر عائله انا صاله فاميلي وانس الهدف اللي قاعد يحط فيها يوصلوا للهدف، يوصلوا للطموح نتاعهم العالم اللي يحبوا يوصلوا له، وبالحق يفرح الجمهور العربي خاطر الجمهور العربي راه جمهور قوي. لكن انس يحب على الجمهور العالمي، يحب يوري معناتها العيله العربيه والتقاليد نتاعنا والمبادئ نتاعنا واخلاقنا للجمهور العالمي. هذه حاجه صعيبه، فان شاء الله كل توفيق انس. لكن خلينا نشوفوا مثال بسيط من القناه الاجنبيه الفيديوهات، نشوفوا قوه البرودكشن اللي تحط والمجهود اللي تحط غادي. هذه قناه انا زالا فاميلي واللي وصلت 5.12 مليون مشترك اللحظه اللي قاعد نصور فيها في الفيديو. ثمانية معناتها قويين على الاخر. اكثر فيديو جايب مشاهده عندهم هو الفيديو هذايا buying everything in one color for my daughter، تشري معناتها كل شيء بنفس اللون لبنتها. جايبه 18 مليون فيوز. شوف بالنسبه للفيوز القناه العربيه جايبه فيوز طايره اكثر برشا، لكن الامباكت تاع القناه الاجنبيه اكبر برشا معناتها خاطر في العالم الكل معناتها كيف ما قلنا من الهند استراليا بريطانيا امريكا. فيا سيدي كما فيديو عملوه في القناه الاجنبيه الفتره الاخرى واللي هو الفيديو هذا transforming my daughter into the president، انه معناتها يحولوا بنتهم ميلا مروه تولي رئيسه الولايات المتحده الامريكيه، تولي رئيسه البلاد، وهذه حاجه كبيره برشا. فما ملاحظه لازم نحكي عليها مبدئيا، وانه اصاله هي في كل فيديو يوتيوب معناتها على القناه الاجنبيه تبدا هي so this is my 12 معناتها هذه بنتي ميلا اللي عمرها 12. شوف الانجليزيه نتاعها 100% اقوى مني، لكن الطريقه هذه في انه اصاله تبدا ديريكت هيك معناتها so this is مع مونتاج مع موسيقى خلفيه ساوند افكتس تصويره تدخل من الاول، هذيك طريقه قويه على الاخر باش انهم يجبدوا المشاهد باش يكمل الفيديو للاخر. وهذه حاجه تختلف بين اليوتيوب العربي واليوتيوب الاجنبي. في اليوتيوب العربي عادي معناتها الجمهور يحبهم متعود بيهم ويعرفوا، حتى اذا كان المونتاج معناتها ضعيف مش قوي الجمهور داخل يتفرج في انس واصاله وميلا معناتها في الانسان مش في المحتوى. خاطر عائله انا صاله فاميلي وصلت معناتها المرحله في اليوتيوب العربي في انهم مهما كان نوعيه الفيديو مهما كان الفيديو راهم باش يجيبوا عليه مشاهدات، راهو الجمهور باش يحبهم. مثلا عكس اليوتيوب الاجنبي اللي الناس غادي ماهيش معناتها مستانسه بيهم، ما تعرفهمش بالباهي. لازم التقديم والفيديو والبرودكشن والايديتنج يكون كله هاي ليفل باش ينجموا يستقبلوا الجمهور وباش ينجموا يقعدوا في الخط نتاع المنافسه مع اليوتيوبرز الكبار اللي في العالم الاجنبي. Transforming Mila into a president to show her that girls can do anything boys can. واو بصراحه بالرسمي مش نورمال معناتها. برافو انس واصاله، برافو خدمه قويه على الاخر. هذه برودكشن هاي ليفل. شوفوا البلايص، شوفوا الديكور، راهو كل بلاصه معناتها تشوفوا فيها في الفيديو يكريوها بالفلوس معناتها كراء لفتره معينه بالفلوس، الكهرباء هذيك الليموزين البودي جاردز كلهم بالفلوس، هذيك كلها مصاريف من القناه الاجنبيه. ننصحكم اذا الفيديو ذا ما شفتوش على القناه الاجنبيه ادخلوا شوفوه. وفما راهو ترجمه بالعربي للناس اللي كيفي معناتها ضعف في الانجلي، راهو فما ترجمه بالعربي وكل شيء معناتها واضح ومريقل بالحق معناتها خدمه مزيانه وقويه على الاخر. وهذه البرودكشن فيها معناتها منافسه في العالم الاجنبي عكس العالم
العالم العربي المنافسه فيه ضعيفه، وشكون في العالم العربي في يوتيوبر كبير او اليوتيوبرز كبار يخدموا في خدمه قويه على الاخر، قله 5 ولا 10 يوتيوبرز في المجمل معنا. شوفوا الفيديو هذا واللي حكينا فيه على اسامه مروه، علاش معناتها عمل النقله نتاعو من لوس انجلوس لدبي وغير محتواه 360 درجه. تلقاو الرابط في اول تعليق. بالرسمي ربي يخليهم لبعضهم انس واصاله، ان شاء الله معناتها ربي يداوم عشرتهم. اصاله دعمت على الاخر انس باش انه يكمل ويوصل للي وصلوا له اليوم. المثل يقول لك وراء كل رجل عظيم امراه، وراء انس مما اصاله. فبس والله كان هذا كل شيء في الفيديو نتاع اليوم. حطوا لايك واشتراك في القناه باش نكبروا اكثر، نهبطوا اكثر فيديوهات ونحسنوا اكثر في المحتوى ونوصلوا للمنافسه مع المحتوى الاجنبي. علاش لا نجم ان شاء الله. هذا هو نوع الفيديوهات نتاعي، انه كل مره نشوف يوتيوبر ولا مجموعه تاع يوتيوبرز ثم حكايه غريبه ولا حكايه تحول عملوه معناتها غريبك ولا رهيب، نحكي عليه ونحله ونعطيكم المختصر. بيس اوت.